واحد الحقيقه اللي غريبه بزاف، انا واحد من الشباب اللي كنت فقدت الثقه من الخطبه ديال الجمعه، ماشي حيت الايمان نقص، لا حيت ما بقاش كتعكس الواقع ديالنا. بلغه اخرى ما بقاش كتجاوب على التساؤلات اللي كتخربق العقل ديال الشباب اليوم كاين بزاف ديال الخطابات ولات غير مجرد كوبي كولي، نفس المواضيع ونفس الامثله ونفس الاصوات، كان المجتمع ما تبدلش هذه القرون. اركان الاسلام، اركان الايمان، هادشي كامل عارفينهم. فين هما اركان الحياه؟ فين هو السكن اللائق والعاده النزيهه؟ فين هو المدرسه اللي كتعلم ماشي فين هو المدرسه اللي كتعلم ماشي كتحفظ؟ فين هو الاقتصاد اللي كينتج ماشي كيستهلك؟ وفين هي حريه التعبير اللي كتخلي الانسان يكون واعي للمسؤوليه؟ كيفاش بغيتي انسان يحقق من عبوديه الله وهو محروم من ابسط مقومات الكرامه؟ كيفاش غادي يخشع في الصلاه ديالو وهو ما عارفش واش غادي يلقى خدمه اللي غادي يجيب بها خبز لولادو؟ فهاد الخطاب الرسمي بزاف ديال المرات بغى يعزل مشاكلنا هي الواقع، وبغى يقنعنا انه هادشي كنعيشو قدر محتوم وان التعويض كاين في الجنه طبيعه الحال. ولكن واش الله بغانا نسكتوا على الظلم؟ واش الله سبحانه وتعالى بغانا نعيشوا بلا كرامه؟ راه الايمان ماشي استسلام، الايمان مقاومه. دابا الخطبه ديال نهار الجمعه ولات بزاف ديال الشباب كتوقف روتينيه ما فيها لا روح لا معنى، ضاع واحد الفضاء اللي كان كيجمع الناس على الوعي والتضامن. خاصنا نرجعوا الخطبه ديال نهار الجمعه الى مدرسه الفكر، ماشي نشر النصوص المتكرره، خاص يكون صدى الناس ماشي صدى المؤسسه. خليو لي رايكم في التعليق، واش فعلا الخطبه ديال الجمعه ما بقاش كتعكس الهموم ديال المجتمع ولا المشكل من تفكيرنا حنا؟ ما تنساوش دعموا المحتوى بلايك واشتراك باش نزيد نتموديف اكثر. معكم عبد اللطيف، السلام عليكم.